صباح الخير يا حلوين. قلت اصبح عليكم من منظر كده جميل. ده البارك بتاعت بيبك، من احلى مكان في منطقة اسمها بيبك. دي البارك بتاعتها معروفة قوي. وهنا احلى مبنى عارفين ده ايه؟ ده السفارة المصرية. هي فعلا احلى مبنى شيك جدا، مبنى تحفة، هو قصر وحاجة اثرية. بس البارك تحفة ازاي، والمنظر من هنا اتحف الصراحة. بس هو النهاردة اليوم مش مشمس قوي، المفروض النهاردة الدنيا هتمطر، بس انا قلت اصورها لكم يعني. والدنيا كمان عايزه اقول لكم انها بتمطر تنديع، بس تنديع بسيط يعني. البيوت اللي في وسط الجبل حلوه قوي. تحفه. دي كمان مرسى، بس مش عارفه دي بتروح فين المراكب دي. مش بتروح كادوكوي وكده. لا مش برايفت والله، ليها اهو. انا شايفه فيه، مش شايفه البتاع اللي بتاعت الدفع بتاعت اسطنبول. بس بصي دي فيها اوضه سفره، شايفه السفره بتاع السفره جوه المركب. طيب بصي الناحيه دي بصوا السفاره شكلها تحفه ازاي من بره. زمان ما كانش فيه بقى القعدات دي، يعني القعدات دي اتعملت جديده. لا انا عايزه اروح اقعد عند السلم اللي احنا اتدلقنا عليه قبل كده. ما انا بقى كنت لسه اقول احنا جينا هنا قبل كده، ما كانش فيه القعدات دي. ولا كان فيه؟ متهيألي كان فيه. ما كانش فيه القعده الخشب دي، كانت كله اسمنت. بص انا كنت بعيده عن السفاره، بس قلت اجي اوريها لكم قريب عشان بجد المبنى بتاعها تحفه يعني، جميل جدا. ما عليهوش تماثيل، ده نقوشات. لا هو كان عليه تماثيل في الاول، ده اللي انا فاكراه. بصوا الشكل تحفه ازاي. ده كان قصر اظن، صح؟ من ايام الملك فاروق، كان واخده هديه. هو السلم ده، هو السلم ده. جماعة اول لما احنا جينا عشان كنا بنعمل حاجة يعني في السفارة، فبعدين انا ومامي كنا قاعدين هنا، قررنا ان احنا نقعد هنا جنب السلم، وفجأة from nowhere يعني من غير كده ما نبقى شايفين ولا عارفين ولا ايه بالظبط، لقينا في موجة جت غرقتنا لحد رقبتنا يعتبر. وازاي طلعت على بهدلنا. طبعا انا مش لازم اوضح لكم انا مش مصوره نفسي ليه، علشان انا نازله منكوشه من البيت وبعدين عيانه، يعني انا نازله منكوشه وعيانه. انا النهارده من امبارح كده عشان ركبت الموتوسيكل امبارح، ففي هوا لطش في وشي من ساعتها وانا عندي برد ومش قادره، يعني مش قادره. النهارده صحيت لقيت زوري مقفول ومش قادره، بس اتعودت. مش دي راس بجع ولا انا خلاص بقيت معميه؟ لا حاجه شبه راس البجع. ايوه دي تماثيل اهي، فعلا تماثيل اهي، حاجه شبه راس البجع الحته اللي فوق دي. دلوقتي ما فيش هوا، بس الهوا بقى وهو طالع بيبقى العلم بيعمل كده، بيبقى شكله حلو قوي، بيبقى باين يعني. البارك تحفة الصراحة. الصبح بقى بتلاقوا الصبح بتلاقوا كل الناس بتمشي كلابها. لسه بقول لكم كده لقيت مامي عمالة تقول بليز بليز بليز، مش عارفة لمين. طلع ان الكلب كان مستلطفها بس. طب ده كلب كلب استلطفك. لا حبك، اصل الكلاب طيبه يعني. هو حنين غير القطه المعفنه اللي كانت هنا. لا هي ما كانتش معفنه، هي كانت مبقلظه. انا بقول عليها معفنه عشان لا معلش، انا بقول عليها معفنه عشان فضلت تتلزق. لا زي القمر.
طبعا بقى منطقة بباك دي معروفة ان هي دي المنطقة اللي فيها ناس، معظم الناس يعني الاغنياء اللي قاعدين في اسطنبول، والناس الكبار. هي بيوت قديمة يعني، مكان قديم اساسا، والناس الشيك اللي عايشين في اسطنبول بيبقوا عايشين في بباك وسارير. في فيديو قبل كده كنت رحت سارير عند بيت العشق الممنوع وكده مع السجن السنة اللي فاتت، بس الفيديو هتلاقوه يعني، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ده. كنت صورت فيه جزء من بباك وسارير كلها، فهي نفس الستايل يعني. انا قلت اوريكم برضو بباك بما اني جيت، لان المكان حلو قوي، بيبقى وهو في شمس بيبقى كمان شكله احلى، بس هو دلوقتي عشان مظلم والدنيا بتمطر بس. بص احنا كده خلصنا البارك، بنشوف اي حته نقعد فيها لذيذه. دخلنا في حته المحلات والعمارات وكده. بس الكلب ده كيوت قوي. ايه المحل ده كله حاجات مخبوزات. تعالي نعدي. بصوا دلوقتي طلعنا ستاربكس، هوريكم دلوقتي المفاجأة، الفيو والكراسي. يعني احنا بجد محظوظين جدا ان احنا لقينا مكان بتشارجر بفيشة. انا هقعد هنا لحد بالليل. بص الفيو. ايه؟ ورمي الشنطة ومددي بقى. بصوا في عصفورة كل شوية تيجي تقف هنا مكلبظة كده في نفسها. في عصافير كتير جاية تقف هنا. بصوا بقى انا ومامي بنتساءل، هما دول اوتيل ولا بيوت؟ اللي جنبنا ده احنا اللي هو ده احنا شاكين ان هو اوتيل، بس هو شكل يعني معرفش، هو شكله اوتيل. ليه كاتبينك من غير ايه؟ بصوا بقى جبنا دلوقتي بتاع ده تشيز كيك بالكراميل اللي هي الدولسي دي ليتشي وقهوة. بس انا بقى مش دوره ليه، علشان هو دي اول مرة في حياتهم يكتبوا اسمي صح. لا كاتبينه صح، نادين. ما مش لازم ايه، بس كاتبينه نادين. انا على طول بقول لهم بيكتبوا اسامي غريبة، دي اول مرة يكتبوا اسمي صح. سبحان الله سبحان الله بجد يعني. بس المهم المنظر رائع يا جماعه. مامي عماله تقول لي انا عايزه ابات هنا، عايزه اقعد ايه اعيش هنا واقعد اكل في حاجات حلوه. انت قلتي انا ما عنديش اي مشكله، كنت ماده جبت لي دلوقتي كده على الترابيزه وقاعده بشرب واضرب تشيز كيك واضرب حاجات حلوه واستمتع. اتفضلوا معانا. فيها سنه قرفه كمان، تحفه. ايه رايك؟ حلوة مظبوطة. بصوا الراجل ده اللي هو صاحب المركب طلع وعمال ينظف فيها. انا عايزة اعيش العيشة بتاعته دي جدا، عايزة اعيش العيشة بتاعت الراجل ده جدا. المهم بصوا بقى الحتة اللي هي الناحية التانية اللي انتوا شايفين عندها العلم دي، دي الجزء الاسيوي. احنا دلوقتي في الجزء الاوروبي من اسطنبول، لكن الجزء اللي قصادنا ده الجزء الاسيوي اللي هو في قاره اسيا. المنطقه اللي قدامنا دي اللي هي اسمها بيكوز، كنت رحتها انا وسيزين برضو قبل كده وصورنا، رحنا قصر فيها اسمه كيوتشوكسو قصر. هحط لكم كمان لينك الفيديو ده لو حد ما شافوش وعايز يشوف. بصوا ده بقى منظر قاعدة تاني، الدور اللي تحت خالص. قلت برضو ايه اوريهولكم، شكله حلو قوي. هو ستاربكس ده 3 ادوار، ففي الدور اللي تحت والدور اللي احنا دخلنا منه والدور اللي فوق اللي احنا كنا قاعدين فيه.
بصوا بقى دلوقتي طلعنا جينا عند البارك الناحية التانية تاني، ورايحين هنركب اتوبيس علشان نروح بقى بشكتاش. احنا كده ماشيين على الصف التاني، يعني على الصف التاني من البارك الناحية التانية، احنا ماشيين على الصف ده. بصوا جمال البيوت ده، مش عارفة ده شكله اوتيل او حاجة زي كده، مش عارف والله. بس ده هنا زي في عمارات اهو، هنا في ناس عايشة هنا. في دي عمارة مثلا، العمارة البيج دي عمارة. ده مش عارفة، ممكن بيت قديم او برايفت، حاجة برايفت. اه اطلعي، بس انا مش قادرة اطلع. ده حد بيبيع كستانة والراجل مش واقف اساسا. اتوبيس جه. وصلنا بشكتاش. هنجيب من هنا اهو. ممكن نجيب من هناك يا مام، في ميه هناك. وصلنا بشكتاش وقلنا كنا هنروح على طول بصراحه عشان الجو برد، بس قلنا طالما احنا في بشكتاش، طالما احنا جينا بشكتاش لازم ناكل اي لاف فيش، فهنروح عند محل اي لاف فيش وهناكل زي المره اللي فاتت ما جينا. وعشان الدنيا بتمطر بس انا مش هاممني وماشيه كده. انا مش فرحانه بشعري ليه؟ فرحانه ان انا مطلعه دول ليه؟ مش تفهميش بقى. ده سوق السمك. انا على فكره كل حاجه بصورها لكم بحط اللوكيشن بتاعها تحت في جوجل ماب. يا لهوي سرقت السمكه. معرفش طلعت عندي ولا لا. انا مش عارفه ليه ما عرفتش اصوره، بس هو يبان ان هو بياخد السمكه وماشي. هو مكانه سهل عامه، اي لاف فيش. يعني اما بتيجوا بشكتاش من اللوكيشن اللي انا بعته لكم بتفضلوا ماشيين على طول لحد ما بتوصلوا له. هو المحل اهو جنب جرين سالادز. ما هنجيب من جوه ميه. بصوا بقى دي الكلاب اللي بتبقى موجوده في تركيا، هي حجمها كبير. دي الكلاب التركي، يعني الكلاب البلدي التركي. ده بيبقى شكلها. في واحد تاني هو لونه بيج اللي واقف ده، تبقى حجمها اكبر شويه، بس هم فريندلي جدا، يعني لوزاز كده وبيبقوا صحاب الواحد على طول، وشهم طيب اساسا. مامي قبل ما نخش قالت لي عايزه اشتري ميه، راحت تشتري ميه من عند الراجل بتاع الرز بالفراخ. مش انتي كان نفسك تدوقي رز بالفراخ؟ ايه؟ مش انتي كان نفسك تدوقي الرز بالفراخ؟ بصوا ده المنيو، عشان في ناس مرة فاتت كانت بتسألني على المنيو. ممكن انتوا بقى تثبتوا الفيديو وتشوفوا الأسعار زي ما انتوا عايزين. وفي المنيو دي كمان. اخيرا الاكل. الساندوتشين دولت اغلى من حياتي، والحاجات دي كمان اغلى من حياتي. شم الريحه، شميها رهيبه. بس هو مش المره كان في صوص تاني كمان غير ده؟ لا هو ده بس. شمي ده كمان بقى، ده بقى اللي هو اغلى من حياتك برضه. تحفه 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 تحفه. يلا ناكل. وانتوا شفتوا طبعا الاسعار. احنا احلى حاجه عجبانا في المحل ده الاسعار، ان هو سعره حلو. بس ممكن شوكه ولا حاجه، هو مش جايب ولا شوكه. مفيش. ما هو اهو الستيك. انا ما بعرفش اكل بالستيك. ده ستيك واحده كمان. لا هو عندك واحده قدامك يا ماما. طيب يلا بينا. ما بعرفش اكل بالستيك. ساندوتش الجمبري ده عظمه. ايه رايك؟ مبسوطه؟ روعه روعه روعه. يلا خلاص.
الشوكة بتاعتك. شوكة كبيرة جدا، ما اقدرش. كبيرة طبعا. ده بقى سيخ بتاع بلح البحر، يعني هو ده القلب بتاع بلح البحر. الحيوان اللي بيبقى جوه بيدخلوه جوه العصاية وبيعملوه بانيه وبيتاكل بقى مع الصوص اللي جنبه ده. دي مقبرة، دي مقابر. دي المقابر بتاعت ايه؟ معرفش. بصوا دلوقتي احنا مروحين بقى خلاص من بشكتاش، هنركب المركب ونعدي للآسيوية، للجزء الآسيوي. ففي الطريق في بشكتاش في الميدان في المقام ده، بس مش عارفين ايه بتاع ايه، بتاع مين. اكيد مكتوب كان قدام. اه وفي المدافع الحربية دي كذا حد. اكيد شهداء بتوع موقع معينه وحاطين المدافع. والموقعة كانت هنا لان هم بصي عاملين ساحة هنا كده بالمدافع. المدافع دي طبعا حقيقية، بس ايه دلوقتي يعني حاطينها كذكرى. تقولي ايه؟ خلاص هتلاقيه مكتوب قدام. يلا. ما انا بقول لك هم دول عاملين هم التماثيل بتوعهم في الساحة. ايوه كتير عارفة، شفت. بصوا دي برضو كده بقية المدافع. كل الحتة دي حتة فيها مدافع اللي هم كانوا مستعملينها. واضح. دي الحتة. بصوا دلوقتي بصوا هنا كمان في مدافع. دلوقتي بقى الدنيا مش ابتدت تليل ولا حاجة، احنا لسه العصر. ايه عايزة ايه؟ عايزة تصوري؟ يلا صورتك. بس بصوا منظر الطيور حلو ازاي. هو ده اوتيل؟ المركب جاية. ده اوتيل؟ ده اوتيل. اوتيل اسمه شانجريلا، بس الفيو بتاعه اكيد تحفة. الهوا جامد قوي. دلوقتي لسه واصلين بقى كاداكوي. هنركب المركب، قصدي المترو. احنا نزلنا من المركب دي اللي هي دي البيضة دي، وهنركب بقى دلوقتي المترو عشان نروح. ما انا صورتهم. في طيور نوراس كتير. السيتس الزرقاء دي جداد. انت خدتي بالك؟ احنا كنا بنقعد على الارض. بس المترو بقى هنا على طول، ما فيش مسافة مشي يعني. لا الهوا حلو قوي بجد. الهوا حلو والساقع. مش مهم.